عندي انقراص في فقرات الرقبة ووجع في القدمين، ايه العلاج؟ الحقيقة احنا اتكلمنا في اللايف اللي قبل اللي فات وقلنا علاقة مشاكل الرقبة ومشاكل اسفل الظهر، وقلنا بشكل لا يعني بشكل مفصل جدا ان ممكن مشاكل الرقبة لو اهملت في العلاج يؤدي بالنسبة لنا بعد كده لمشاكل في الظهر، او مشاكل بعد كده في الفقرات القطنيه، ويؤدي بعد كده لمشاكل في القدمين والرجلين. وهنا لازم نعمل حاجه مهمه جدا، وبالبلدي كده بالمصري زي ما احنا بنقول، وانا دايما بحب اقول لازم نمسك الحنفيه اللي بتسبب لنا المشاكل. وقلنا ان لما بيحصل بالنسبه لنا مشاكل في الرقبه، ومشاكل الرقبه دي ما بتتعالجش او مش بتتعالج بشكل صحيح، العمود الفقري بشكل كامل بيتاثر معايا، وبالتالي بعد كده الفقرات القطنيه او العجوزيه او العصعصيه او الحوض، مشاكل الحوض المختلفه ممكن تتاثر معايا بعد كده كسكندري بروبلمز او كمشاكل ثانويه ناتجه عن عدم علاج المشكله اللي موجوده بالنسبه لنا في الرقبه. فطبعا لما بيكون عندنا مشاكل في الرقبه وما بنعالجهاش، لان مشاكل الرقبه مهما كانت المشكله اللي موجوده في الرقبه، فاكبر مشكله بتسببها مشاكل الرقبه باختلاف انواعها هي ان بتعمل حاجه اسمها compression of nerves، يعني بتعمل ضغط على العصب. الضغط على العصب ده بقى هو اللي بيسبب الوجع، هو اللي بيسبب التنميل، هو اللي بيسبب الحرقان، يسمع بالنسبه لي على الكتف، يستمر معايا لحد الايدين، مهما كانت الدرجه بالنسبه لنا اللي بتأدي، او مهما كانت درجه الغضروف، مهما كانت درجه الضغط على العصب، او على حسب المشكله اللي موجوده بالنسبه لنا في الرقبه. لما يحصل بالنسبه لنا ضغط على العصب وحضرتك ما عالجتهوش، والعلاج واحنا بنتكلم عن مشاكل العمود الفقري اما جلسات العلاج الطبيعي والتاهيل، او في الحالات الشديده بتكون العمليات الجراحيه مع زميلنا جراح المخ والاعصاب عشان نعمل حاجه اسمها ديكومبريشن اوف نيرف، نشيل الضغط من على العصب، وده العلاج الاساسي. وانا بتكلم عن الغضروف، وانا دلوقتي خدت الغضروف كمثال، انما لو اتكلمت مثلا عن استقامه الفقرات العنقيه فلازم نعمل فيها جلسات العلاج الطبيعي والتاهيل مع دكتور العلاج الطبيعي عشان نبدا نرجع الانحناء الطبيعي تاني بالنسبه لنا للرقبه، وبالتالي العمود الفقري ما يتغيرش. سيدنا النبي قال ايه؟ سيدنا النبي كان ليه حديث يقول لك ايه؟ الجسد كالبنيان المرصوص، اذا اشتكى عضوا تداعت له باقي الاعضاء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا كان حديث انا بحب اقوله جدا واحنا بنتكلم على الحالة دي، لان لو مثلا انت حضرتك عندك مشكلة في الرقبة، العمود الفقري بيعمل حاجة احنا بنسميها الكومبنساتوري ميكانيزم، يعني بيحاول يتأقلم هو على الحالة الجديدة اللي ظهرت بالنسبة لنا والشكل الجديد اللي ظهر بالنسبة لنا في الرقبة او كمان في اسفل الظهر، فيحاول ان هو يغير من شكله عشان يقدر يستحمل الضغط اللي المفروض كان بيستحمله قبل كده في الاوقات الطبيعية. فلو كان المريض ده عنده مشاكل في الرقبة وما عالجهاش، يبدأ الظهر كمان يتأثر او يتغير من شكله، او تحصل فيه اي abnormalities او حاجات مش طبيعية نتيجة ان العمود الفقري بيحاول يتأقلم عشان يستحمل الضغط اللي واقع عليه. فبدل ما يكون عندنا مشاكل في الرقبة وفقط، يكون عندنا كمان مشاكل في أسفل الظهر. ولو المريض كان بيعاني من المشكلة دي، لازم واحنا بنعالج السكندري بروبلمز، طبعا العلاج بيكون ايه؟ لازم نكشف في الأول، لو احنا ما كشفناش قبل كده مع دكتور المخ والأعصاب لازم نكشف عند دكتور المخ والأعصاب، نعمل أشعة على الرقبة، نعمل أشعة على أسفل الظهر، نشوف المشاكل اللي موجودة في الرقبة ايه، نشوف المشاكل اللي موجودة في أسفل الظهر ايه، وعلى حسب الحالة هيكون العلاج زي ما احنا اتكلمنا. ولكن نقطة مهمة ان احنا واحنا بنعالج المشاكل الثانوية اللي نتجت عن المشكلة الاولية، لازم كمان نعالج المشكلة الاولية اللي حصلت، وليكن كانت مشاكل الرقبة زي ما صاحب السؤال هنا بيقول، عشان نقفل الحنفية دي خالص وما يحصلش بعد كده مشاكل اكتر من المشاكل اللي كانت موجودة قبل كده. لو احنا عالجنا اسفل الظهر وسيبنا الرقبة، هنعالج اسفل الظهر وبعد شوية هنلاقي المشكلة رجعت تاني، لان اسفل الظهر او لان الرقبة لسه فيها المشكلة هي. فواحنا بنعالج اسفل الظهر لازم كمان نعالج مشاكل الرقبة، نقفل الحنفية دي خالص، يرجع الانسان طبيعي ويتحرك بعد كده بشكل طبيعي، ما يكونش عندنا ضغط على الاعصاب، ويقدر يمارس حياته بشكل طبيعي وما يكونش فيه اي مشكلة باذن واحد احد.